بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا الى ملعب نيلسون مونديلا العظيم في الجزائر العظيمه، الذي يحتضن مباريات الجوله الثانيه من منافسات بطوله كاس افريقيا للاعبين المحليين، بطوله تسمى بطوله الشان التي اعادت لها الجزائر شان بفضل هذا الحضور الجماهيري وبفضل هذا الذي سخرته من مرافق وملاعب وحضور جماهيري واهتمام كبير جدا بمنافسه كادت تضمحل بمنافسه ستبعث اكيد من جديد من قلب الجزائر في حضور الاخوه الاشقاء الافارقه من كل مكان، وفي حضور ايضا تنظيم رائع جدا لحد الان. اليوم الخرجه الثانيه للمنتخب الجزائري في مواجهه منتخب اثيوبيا الذي تعادل امام موزمبيق، ويلعب اليوم بنفس تشكيل المباراه الاولى مع جابري ميشيل في حراسه المرمى، سليمان حميد على الجهه اليمنى، رمضان يوسف على الجهه اليسرى، مليون سولومون مع دي بي بي في وسطيه الدفاع، بانوم رفقه فيريجا، وكذلك مسعود محمد في وسطيه الميدان، راس الحربه ماركين في الجهه اليسرى غوكسا، وفي الجهه اليمنى جابري ميشيل. بالنسبه للمنتخب الجزائري اليوم بقياده جمال بالماضي ومساعده جمال مصباح وكريم جمال عفوا عبد المجيد بوقره بقياده عبد المجيد بوقره بمساعده جمال مصباح وكريم مطمور ومحمد بن حمو. يلعب اليوم بقندوس في حراسه المرمى، مختار بالخيتر على الجهه اليمنى، ايوب عبد اللاوي على الجهه اليسرى، بالعيد وكداد في وسطيه الدفاع، ميريزيك رفقه دراوي وقندوس في وسط الميدان، الوافي عبد الرحمن مزيان وايمن محيوس، ثلاثي الخط الامامي في التشكيله الجزائريه اليوم التي تلعب بلباسها الابيض في حضور جماهيري قياسي. هذه المباريات هذه هي البطوله، ولكن للاسف الشديد ادت الى خروج المنتخب الليبي. الجزائر واثيوبيا بدات تظهر نوايا ليبيا، مباريات الافتتاحيه دائما تكون هكذا، وانطلاقا من هنالك عند الملعب العربي عرضيه، تمريره من هنالك على الجهه اليسرى، رجعت لقندوسي على خط 18 بيسراه، مرت سلامات على مرمى فاسيل جابري ميشيل. الوافي مع مزيان الوافي مرة ثانية، والتغطية الدفاعية هو عبد الرحمن مزيان في اتجاه الوافي، مش عارفين عبد الرحمن مزيان اعتقد بان ايوب الوافي على الجهة اليسرى يلحق عليها، وتوزيعة خطيرة رائعة، والدفاع يدخل ويخرجها من هنالك، ولن يتوقف الامر غدا ما دامت الكرة موجودة. عيش قوة الكرة، المنع خطير، توزيعة كانت رائعة من قبل يوسف العوافي في اتجاه قندوسي. دائما الهدف الوحيد للجزائر امام منتخب ليبيا في المباراة الاولى. اليوم يزيد في السرعة، كرة ممتازة تروح لقندوسي، في يوسف العوافي تقدم الى ممتازة لمزيان، المنتخب الجزائري طلبها في العمق ودخل مزيان بروعه بيمنى، صدها الحارس الدافع دي بي بي، كان اقرب الى الكره من قندوسي ولعب الكره، وكذلك لانه لم يحتفظ بها يسترجع. رائعه التمريره هذه، ورائعه رجع الخلف في بالخيتر قندوسي مره ثانيه، التوزيع القائمه الثانيه خطيره، مزيان بالراس، مزيان ميريزيك، مزيان انطلق كره صعبه، مزيان زاد في السرعه، مزيان مازال، مزيان يسدد، ثم محيوس يلحق الكره هذه قبل ما تخرج. لو خليت اللاوي يفضل الكره العرضيه على الجهه اليمنى ممتازه ناحيه بالخيتر، يلحقها بالخيتر ويرجعها خطيره، ودي العوافي يلحق الكره، العوافي في المناوبه، العوافي يدخل، العوافي وصل، العوافي وزع كره في القائمه الثانيه ولا واحد، طلبها وصلته من هنالك، العوافي استلمها وصلته، العوافي توزيعه خطيره، كدادوا بالخيتر، مازال بالخيتر، كرته مرفوعه، الحارس استلم الكره لقندوسي، قندوسي سدد مرة ثانية من حسن حظ الحارس، ضربت في المدافع وراحت، ومن حسن حظه أن محيوس لم يلحق على هذه الكرة أو بلا ينافسك مهما كان. الكرة تلعب على الجهة اليسرى عن طريق اللاعب غوكسا، والكرة والدفاع يدخل ماركين من قلب الهجوم، عنده الكرة، يرجع مرة ثانية يمشيها كمان بقى راس المنتخب الاثيوبي، تمشي كمان بقى تسترجع من زكريا دراوي ضيعت تسديدة، الاثيوبي يلعب كرة جميلة لحد الآن، رايح المنتخب الاثيوبي، رجعت الخلف، كرة صعبة الراسية، الحكم لم يرفع الراية من هنالك. فعلا انا معجب بما يفعله المنتخب الاثيوبي. الكرة للعوافي يدخل، رائعة سليمان لعب الكرة، شوف رائع، ركل في منتهى الروعة، ثم ايضا رائعان ظاهرة بطولة، جمهور يملك مقومات التشجيع بما في ألوانه، هذا هو الذي نطالب به ونطلب من الأجيال الصاعدة. أنه محيوز، وينه كداد، وينه محيوز، الكرة مرفوعة هايلة، والدفاع يخرجها، ما زالت الخطورة دائما لصالح عناصر المنتخب الجزائري في القائمة الثانية بالراس، ومرت فاسيل جابري ميشيل. على فكرة مباريات الغد اللي وصلني أنه فيريجا المرور من هنالك عن طريق جابري ميشيل، لعبها ممتازه ناحيه اللاعب غوكسا، والكره في الركن. المنتخب الجزائري في الكره وفي الحياه عمرك ولا تحقق، ومن المسابح ومن المرافق الرياضيه الخاصه بالرياضات الفرديه والرياضات الجماعيه الموجوده في قلق
قولة عشت مني رجلا أو علمتني كيف أكون رجلا من رجل عظيم. الجزائر عندما أطلق إنسان كافح من أجل الحرية ومن أجل العدالة الإنسانية، كافح ضد مباشرة ليوسف العوافي. العوافي خطيرة الراسية والدفاعية. قندوسي كرة في العمق إلى الكرة لصالح محيوس التسديدة لمحيوس لم يكن في وضع التسلل، دخل منطقة العمليات من أمام المدافع. ضربت في القائم هذه الكرة من صناعة الفارق. العوافي التوزيع التغطية الدفاعية من هنالك، ما زالت الخطورة محيوس طلبها العوافي يا زكريا، وصلت العوافي عرضية خطيرة. مشاهدينا الافاضل، من جانب عناصر المنتخب الجزائري الذين يدخلون هذا الشوط الاول بتميز. فتى الكره مرفوعه في القائم الاول، الراسيه الدفاع خطيره، رائحته كانت تفوح. الهدف الجزائري الاول، هدف مقابل سفر ينتفض الملعب وينفجر. كلما ينفجر وكلما شاهدنا هذا الحضور الجميل وهذه المدرجات الرائعة نتذكر ذاك العملاق من هؤلاء العمالقة، نتذكر العملاق نيلسون مانديلا من هؤلاء العمالقة الذين رافقوه والذين احترموه وحيوه وساعدوه، مثلما أيضا وقف معنا. وكذلك جاءت الكرة وجاءت اللعبة وجاء الجول الأول لصالح عناصر المنتخب الجزائري عن طريق محيوس وسط مجموعة من اللاعبين، وتسجل الجول الأول لصالح المنتخب الجزائري. 1-0 صارت النتيجة الآن. كان الهدف في مقاريب، فعل محيوس وسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الجزائري. 1-0 الجول يا محسن. محيوس ومن محيوس في التوغل والمراوغة، ومن سولومون في من أجل الحرية ومن أجل محاربة العنصرية والذل والهوان طبعا، وكل القيم التي تؤمن بها الشعوب الحرة ويؤمن بها الرجال والنساء عبر كل العصور. هتافات كبيرة جدا، أعلام الجزائر وأعلام فلسطين وأعلام جنوب إفريقيا ولافتات جزائرية مرفوعة بالمدرجات. مزيان استلمها، انطلق على الجهة اليسرى. العوافي عرضية التسديدة. ينتفضون في هذه اللحظات امام المنتخب الاثيوبي بعد ان سجلوا الهدف الاول. نعم، شوف اللعبه اثيوبيا خطيره والدفاع. هاي الكره على الجهه اليسرى خطيره. سوف تلعب في الوسط ناحية بانوم على الجهة اليمنى، وصل لحفيد. قندوس حارس مرمى شباب بالوزداد بطل. زكريا دراوي عفوا قندوسي ترجع مرة ثانية، توزيعة خطيرة راسية. هائلة كرة قندوسي وهائلة التوزيعة من هنا. زكريا دراوي بالخيطر مرة ثانية، يرفع الكرة خطيرة جدا، مثلما أعيد ترميم ملعب شهيد حملاوي في قسنطينة. مباراة يحضرها جمال بالماضي طبعا، ومدرب حراس المرمى كان حاضر هذه الأيام في غودانا. كرة في العمق لصالح منتخب. الكرة إثيوبية تسترجع جزائرية، لعبت لمزيان ميتشيل، استلام رائع والتمرير لمزيان في الزاوية. نيلسون مانديلا يستحق كل الاحترام من الجماهير الجزائرية. وننهض ونعود. الكرة الإثيوبية خطيرة والدفاع يدخل ويخرجها، الحكم لم يقل شيئا. أرمية كداد، أرمية مزيان وبعوش، مزيان عبد الرحمن، مزيان عرضية منذ حين قلت شباب بالوزداد لقبين، صحوا لي صار شباب كثر 3 ويتوجه نحو الرابع. معذرة. جداد الجزائري اللي حتى يعتبر من الفرق العريقة في الجزائر عبر التاريخ. فقط حق لما قالت بأن الشأن
تلعب في بلاد الشأن، لأنه فعلا أعطت له عناصر المنتخب الإثيوبي. ترفع في القائمة الأول، خطيرة 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 خطيرة، يو 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 هو يعدل النتيجة. هاي الكرة وهاي اللعبة، يو 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 ماركين أن يسجل هدف التعديل لصالح المنتخب الجزائري. بالخيتر من عند بالخير، بالخيتر خطيرة مزيان، ومرة ثانية الدفاع والرجولية الرائعة من الناحية الفنية ومن الناحية البدنية والجماعية. نعم لم يقصروا الإثيوبيين مثلما لم تقصر